انا عايزه اقول لكم ان في حد في حياتي شخصيه ذكيه جدا، شخص عنده طموح، شخص دايما بيبتكر في حياته العمليه والشخصيه وعلاقاته مع الناس، وشخصيه فعلا ذكيه جدا. بس الشخص ده عنده مشكله، وهي ان هو مش بيعرف يظهر نفسه. يعني دايما بيخاف ان هو يظهر قدام الناس، او ان يبقى السبوت لايت عليه، او ان هو يبقى ليه كل الاهتمام في قعده معينه حتى لو كان حقه ده. في اوقات كتير كمان بتحصل ان هو يبقى هو اللي عامل ابتكار لفكرة معينة في الشغل بتاعه، او هو اللي يعمل نجاح معين، بس علشان مش بيتكلم او علشان مش بيقول، فالفكرة دي بتتنسب لحد تاني، ولما بتتنسب هو برضه مش بيتكلم ومش بيقول. هو عنده حتة من جواه بيبقى قلقان من فكرة لو اتكلم الناس هتشوفه ازاي، او لو اتكلم ممكن حد ينتقده او يحرجه. اكيد المشكله دي احنا مرت على كتير مننا، وانا في فتره في حياتي كنت كده. وهي ان انت بتخاف ان انت تتكلم قدام الناس، او تخاف تظهر في حاجه معينه لحسن حد ينتقدك، او حد يشوفك بصوره وحشه، او حد يقولك كلمه مش كويسه. فبتخلي نفسك في الكومفورت زون بتاعتك، لا انا عندي استعداد ان انا ابقى في الحته بتاعتي دي، حتى لو ليا الحق ان انا يعني حد يقدرني او حد يشوف نجاحي، لا انا افضل في الحته دي علشان خايف من اللي ممكن يحصل. طيب تعالى اقولك على كام حاجة تعملها علشان تتخطى فكرة ان انت مش بتعرف تظهر نفسك، وان اوقات كتيرة قوي حقك بيضيع مع ان انت بتبقى متضايق بس مش بتقدر تعمل اي حاجة. اول حاجة هقولك على تمرين بسيط وسهل ويمكن يبان تافه، بس هو اتعمل في تجارب عالمية. وهي ان انت جرب ان انت تحط في دماغك ان الشخص اللي انا بكلمه، او القعدة اللي قاعد فيها ناس كتير دي، ان دي مش ناس كبيرة، دول اطفال. ايوه اطفال. ممكن يكون بالنسبه لك الموضوع تافه، بس صدقني جرب اعمل كده. ليه تعمل كده؟ لان احنا لما بنبقى متخيلين ان في اطفال حوالينا، او اللي انا بكلمه ده طفل، انا ببقى عارف ان انا اقدر اسيطر على دماغه، انا اقدر اسيطر على طريقه تفكيره ليا. لو حطيت وجربت في دماغك ان انت تعمل حاجه زي كده، صدقني هتلاقي من جواك في حته من الخوف والقلق من الانتقاد راحت وما بقتش موجوده. جرب كده، فكر، هو انت لو فعلا في طفل قدامك هتبقى مقلق تقول قدامه ايه وما تقولش ايه؟ اكيد لا. جرب اعمل كده وشوف، يمكن فعلا طريقة تفكيرك من جوه، او الخوف التوتر جواك يتغير وما يبقاش موجود. تاني حاجة وهي ان انت جرب فكر، هو انا لو قلت الحاجة الفلانية او عرضت الفكرة الفلانية او اتكلمت بشكل عام قدام الناس، هو ايه الانتقاد اللي ممكن يتقالي؟ بجد هات ورقة وقلم واكتب ايه الصورة الوحشة اللي متخيل ان ممكن حد يشوفك بيها، او الكلام اللي ممكن يقوله لك. اكتبه في ورقة او حتى فكر فيه، وهيئ نفسك ان هو حتى لو اتقالك، طب هل هو فعلا فيك؟ طب ما هو لو فيك انت، في الناس كلها فيها حاجات مش كويسة وحاجات كويسة، وده طبيعي. ولو انت لقيت ان في حاجات فعلا ممكن تكون فيك، غيرها وعادي برضو. مش معنى كده ان انا لا انا مش هتكلم غير لما باين ان انا بيرفكت قدام الناس، لا خالص على فكرة. اتكلم واظهر شخصيتك، وحط في دماغك هو ايه اقصى حاجة ممكن تتقالي. وفكر كده، هو اصلا الحاجات اللي بتتقال دي برضو صح ولا غلط؟ هتلاقي ان اوقات كتير قوي انتقاد الناس لينا مش صح، انتقادهم بيكون من وجهة نظرهم، او حد عايز يضايقك فبيقولك كلمة وخلاص. هتتفاجئ ان انت هتلاقي ان ممكن اصلا في القعدة اللي انت هتقعدها مش هتلاقي ولا اي انتقاد، بس هو ده كان في دماغك انت وبس. تالت حاجة، ودي سر اللي يمكن محدش هيقولك عليه، او الشخص اللي واثق في نفسه مش هيقولك عليه، بس صدقني اكتر حد واثق في نفسه هو اكتر حد بيقلق وبيخاف من ان هو يتكلم قدام الناس ويظهر. بس الفكرة ان هو بيداري خوفه ده وتوتره ده بالكلام والتصرف، مش بيداريه بان هو يفضل قاعد في مكانه. فاوعى تشوف اكتر حد بيتكلم او اكتر حد واثق في نفسه تقول ده شخص بيرفكت، ده يا بخته، ده مش بيتكسف خالص قدام الناس، او ايه ده على طول دايما كده بيعرف يتكلم ويقول كل حاجة في وقتها. لا خالص. بس هو بيبقى برضه خايف، وبيبقى برضه قلقان، وبيبقى برضه متوتر، بس هو بيتعامل معاها بطريقة مختلفة. فما تفتكرش ان انت لوحدك اللي كده. صدقني كلنا بنخاف ونتوتر لما بنتكلم قدام ناس، او لما بنكون علينا السبوت لايت كده ومحتاجين ان احنا نظهر رأينا، بس كل واحد رد فعله بتختلف.
حاجة أخيرة عايزة أقولها لك، لو أنت محطوط في موقف في شغلك أو في دراستك أو حتى وسط أهلك إن أنت المفروض تظهر، اظهر وما تقلقش. وحتى لو لقيت ردود فعل مش أحسن حاجة، ده اللي هيعلمك إن أنت تبقى أجرأ أكتر وواثق في نفسك أكتر وما تبقاش مقلق من حاجة زي كده. يا ريت تبدأ تعمل اللي أنا قلت لك عليه، وصدقني إن شاء الله هتلاقي اختلاف كبير جدا في حياتك. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.